طبعا في برنامجنا دروس رمضانيه مع الشيخ محمد زهران. معانا طبعا هنخش في الموضوع على طول عشان حلقه ان شاء الله. تحت امرك يا مولانا، اتفضل. اختي تسال لينا، نزل عليها دم الحيض ماشي قبل المغرب بنص ساعه او بربع ساعه ايا كان، وكان طبعا الجو حر وصايمه اليوم كله والنصيب بتاعها جه في الوقت ده. تمام. هل تكمل ولا تعمل ايه؟ تمام. وبعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وسلم، يعني زي ما افتى العلماء لو نزل الدم حتى قبل المغرب ب5 دقائق تمام، فكده صيامها يعتبر خلاص، ما فيش صيام، بطل الصيام. تفطر وتقضي يوم مطرح يوم، يوم بدل يوم، يوم بدل يوم. ايام الدوره الشهريه، فاليوم ده خلاص دخل في تعداد الدوره الشهريه، زي ما يكون كام يوم وتقضيهم ان شاء الله. يعني هذا اليوم بتصوم يوم بدله ان شاء الله. ان شاء الله. ما تكملش، لا خلاص، دم نزل دم ولو في اللحظات الاخيره قبل اذان المغرب فتصوم يوم مطرح هذا اليوم ان شاء الله. وتاني سؤال يا شيخ محمد، هل المراه الحامل في اشهرها الاخيره، يعني مثلا واحده حامل في الشهر التاسع وتعبت مثلا، تعرف ان الشهر الاخير بيبقى متعب شويه، تمام، هل لها رخصه ان هي تفطر ومش قادره تكمل؟ الدكتور عبد الرحمن بن بدوي له في الوجيز في فقه سنه النبي عليه الصلاه والسلام والكتاب العزيز، قال ان سيدنا عبد الله بن عباس بن عم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال رخص للشيخ الكبير تمام والمراه العجوز تمام والمراه الحامل اللي هي تخاف على الجنين تمام والمراه المرضعه تمام اللي هي لسه والده جديد مش بترضع، تمام بترضع، والمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني عنده مرض مزمن، ربنا يسأل الله العافيه والعافيه، امين يا رب العالمين، لدول ان هم يفطروا رخصه ويقضوا ويطعموا عن كل يوم مسكين. يعني يصوم، يعني المرأة الحامل فترة يوم، والمرأة اللي هي المرضع لهم اللي هم الاثنين، ده زائد بقى الشيخ الكبير المسن ده خلاص وممكن يجي معانا. يبقى المرأة الحامل اللي هي خايفة على الجنين بتاعها او اللي الطبيب افتاها بان هي تفطر، لا ان هي تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. طب جمهور اهل العلم قال لك لا، تقضي يوم مطرح يوم، يوم بيوم. وبعض العلماء قال لك تفطر وتقضي يوم مطرح يوم وتطعم مسكين. طب ناخد احنا بالاحوط، ايوه نلم المساله كلها بعد ما توحد الله، يبقى نعمل ايه؟ تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي يوم برضو مطرح يوم، وليكن في ايام الشتاء، ايام الشتاء بتبقى ايام قصيره. فحضرتك ايتها الاخت المرضع او الحامل، لو حضرتك مش قادره تكملي صيامك، او في مثلا الميه هتنشف على الجنين او حاجه زي كده، او الطفل بتاع حضرتك محتاج يرضع وانت هتضريه، فربنا عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. العلماء افتوك بان حضرتك تفطري وتطعمي عن كل يوم فطرتيه مسكين وتعيدي يوم مطرح يوم. يبقى احنا جمعنا بين قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجمهور اهل العلم. تمام. الله اعلى واعلم.